لا يا اهلي، احنا لازم نغير ان احنا نجدد اللعيبه الساعه 1 بالليل. دي ما ينفعش يا كابتن محمود. ما ينفعش النادي الاهلي خد ان هو يجدد للعيبه الساعه 1 بالليل، بنبقى نايمين يا ريس، ورانا شغل الصبح. وبعدين لازم نراعي الزمالك وجماهيره برضه. افرض يا راجل انت جددت لامام عاشور الساعه 2 بالليل ولا الساعه 1 بالليل، نبص نلاقي واحد من جماهير الزمالك جاله حرقان في المزلقان. نعمل ايه احنا بقى ساعتها؟ نجيب له العلاج منين؟ مش هنلاقي له صيدليه نجيب له العلاج منها الساعه 2 بالليل ولا الساعه 3 بالليل. القصة بدأت يا صديقي إن النادي الأهلي قرر إن هو يجدد عقد إمام عاشور عشان ينهي كل التساؤلات وكل الإشاعات وكل الحوارات، وكل نادي الزمالك وجماهيره ينهي على كل الناس اللي موجودة دي بإن هو يجدد لإمام عاشور. فالنادي الأهلي أعلن عن تجديد إمام عاشور الساعة 2 بالليل. وبعدها شفنا الحرقان اللي حصل، وشفنا السكريبتات الجديدة اللي نزلت. السكريبت قبل تجديد امام عاشور كان ازمات امام عاشور مع النادي الاهلي، وامام عاشور مش عارفين ايه، وادم وطني داخل في الصفقه، واحنا عايزين نتصور سيلفي مع ادم وطني. وماله يا عم نصورك سيلفي معاه؟ ما ينفعش يعني؟ احلى سيلفي مع ادم وطني يا باشا، عنينا ليك. وانا ادم وطني بعيد؟ ده ادم وطني مستخبي دلوقتي مش لاقينه، بس هنجيبهولك يعني. فكان السكريبت بعد اعلان النادي الاهلي لتجديد امام عاشور، امام عاشور وقع بشروطه. امام عاشور فرض على النادي الاهلي رقم معين، امام عاشور فرض على النادي الاهلي بعض الشروط، امام عاشور دخل ادم وطني في الصفقه. يا عم انت تعب نفسك ليه؟ احنا نقول لك قيمه العقد وقيمه الاعلانات وقيمه كل حاجه. امام عاشور هياخد يا جماعه 500 مليون جنيه استرليني، ده عقده الاساسي. بجانب الاعلانات هياخد 200 مليون يورو بقى، المره دي مش استرليني، المره دي هنخليها باليورو. هياخد مليون 200 مليون يورو قيمه اعلانات اللي هيقدمها لرعاة النادي الاهلي. بما في الصفقه محمد كفته وكيل اعمال اللاعب هياخد 100 مليون. ونبص نلاقي مين تاني يا نحنح؟ احمد السيد زيزو هنديله 20، وابوه ياخد 10 مليون. يعني بص كده يعني. فاهم قصدي؟ جبت لك العقد اهو يا صاحبي. تقعد توزع سكريبتات بقى، وده شروط ومش شروط. خليك في، ولا اقول لك هنتكلم دلوقتي في الموضوع ده. هنتكلم عن قصة اختفاء خوان الفينا بزيرة، هنتكلم عليه دلوقتي. نبص نلاقي النادي الاهلي امبارح بالليل الساعة 1 بيعلن تجديد عقد مروان عطية حتى عام 2030. هو ايه حبه في الرقم ده؟ اول امبارح الساعة 2 بيعلن تجديد عقد امام عاشور حتى 2030، ودلوقتي بيعلن تجديد عقد مروان عطية حتى عام 2030، وما زال البحث مستمر عن خوان الفينا بزير. مروان عطية طبعا كان لازم النادي الاهلي يجدد له. مروان عطية دلوقتي اي مدرب يكون موجود يحط مروان عطية وجنبه 10 خشبات، وساعتها مروان عطية هيشيل الفرقة على كتافه. مش 10 لعيبه جنبه، لا 10 خشبات. وساعتها مروان عطيه هيشيل الفرقه كلها على كتافه ويقدر يكسبك. وكلنا شفنا الهدف العالمي لمروان عطيه اللي سجله. وبعيد عن الهدف، مروان عطيه بيكون شايل بلاوي 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 عن خط الوسط وعن الدفاع، سواء وهو بيلعب للنادي الاهلي او بيلعب لصالح منتخب مصر. مروان عطية لا غنى عنه. فكانت خطوة إيجابية كبيرة جدا من النادي الأهلي تجديد العقد لمروان عطية حتى عام 2030. كده حافظنا على نص الملعب مروان عطية وإمام. ندخل على قصة البحث عن خوان الفينا بزيرة، لأن في وسط كل الأخبار دي ما زال البحث مستمر عن بزيرة، مش لاقيينه. وخلينا أقول لك خلينا أقول لك إن كل الشكوك كانت حوالين خطف إمام عاشور. مين؟ خليها خطف إمام عاشور. خطف إمام عاشور لإخوان بزيرة. إمام عاشور خطب بزيرة، بس طبعا طلع براءة. هتقول لي طلع براءة ازاي؟ تعالى هقول لك طلع براءة ازاي. نبص نلاقي قبل صلاة الفجر بشوية خوان بزيرة فاتح لايف على التيك توك وبيقول كبسوا كبسوا كبسوا، بس بيقولها بالبرازيلي علشان يعني مظلموش. ما كانش بيقولها كبسوا بالعربي، كان بيقولها بالبرازيلي. وفاتح لايف، وجماهير الزمالك بتتوسل لاخوان بزيرة في التعليقات وبتكتب له ارجع. واحد كاتب له بيقول له كام باك، قال له نو كام باك. انت واقح يا بزيرة؟ بكل وقاحة تقول له نو كام باك؟ يعني الراجل بيقول لك ارجع، محتاجينك، الفرقة عايزاك، الفرقة مش عارف ايه، الفرقة بايظة، الفرقة تقول له نو كام باك؟ يا راجل والله حرام عليك، ارقف بحالهم، ده انت العاشق ليهم يعني.
ده انت ياما بوست التيشيرت وياما عيطت وياما عملت يا راجل، ده شتموا كابتن حسن شحاتة علشانك. وبعد ما قفل اللايف على التيك توك نبص نلاقي النهارده بعد كل الكلام ده اخوان بزيرة بيعمل فولو للمعد البدني للنادي الاهلي على الانستجرام. ايه الموضوع؟ الكل راح بقى ده اخوان بزيرة الاهلي محرضه، ده اخوان بزيرة الاهلي عامله. وطلع واحد من واحد زملكاوي منزل البوست قدام حضراتكم بيقول لك النادي الاهلي بلغ بزيرة ان هو هيتحمل اي عقوبة تحصل على اللاعب من الفيفا وهيدفع له قيمة العقد كامل. نفسي اعرف بتفكروا ازاي، والله انا نفسي اعرف انتوا بتفكروا ازاي. بس ارجع واقول لكم لولا تفكيركم ده مش هنضحك. والله العظيم انا اول ما شفت البوست انا كنت هموت من الضحك، هموت من الضحك. ايه الضحك ده يا راجل؟ انتوا بتقدموا ضحك خام حرفيا. سيبك من كل الكلام، كل السكريبتات موجودة عند جماهير الزمالك، وكل السكريبتات موجودة عند اعلام الزمالك وسوشيال ميديا الزمالك. وراهنك ان هو بكره هيقول لك بيراميدز هو اللي كان محرض اللاعب وهيخلص من النادي الاهلي هيدخل على بيراميدز يعني. الخلاصه ان بزيرة مش هيرجع نادي الزمالك. بزيرة فقع نادي الزمالك على قفاهم وقال لهم يلا بالسلامه نو كام باك. والنادي الاهلي بيعلن تجديد اللعيبه. وبعد ما النادي الاهلي اعلن عن تجديد امام عاشور ومروان عطيه، ما زال البحث جاري عن تجديد بعض اللعيبه الاخرين. مش هقول لك ما زال البحث جاري عن بزيرة بقى، خلصنا من قصه بزيرة بقى. ما احنا قلنا مش هيجي الزمالك، احنا قلنا خلاص الراجل مش هيجي الزمالك. هنقعد نتكلم كتير عن بزيرة؟ مين هو يعني بزيرة؟ نفترض ان بزيرة جاي الاهلي يا عم، همشي وراك ان بزيرة جاي الاهلي. كابتن محمود الخطيب رفع السماعه قال له يا بزيرة هنجيبك تمسح جزمه احمد سيد زيزو. قال له لا يا ريس، لا ده زيزو ما بيلعبش معاكم اليومين دول والدنيا ضايعه. قال له خلاص ماشي هجيبك تمسح جزمه امام عاشور. قال له لا ما ينفعش اصل هو في نص الملعب وانا جناح. قال له طب ايه رايك في احمد نبيل كوكا؟ قال له يا باشا ده ما اقدرش اقول له لا. من هنا بقى بزيرة قال له ما اقدرش اقول له لا، ده يعني راجل بيحطني في جيبه كل ماتش. هقول له لا مش هيبقى ليا عين اقول له لا. بزيرة ايه اللي يجي الاهلي يا جماعه؟ بزيرة ايه اللي يجي؟ لا انتوا بتهزروا، انتوا بتهزروا والله. النادي الاهلي ما زال ان هو بيكمل في تجديد العقود عنده، ولسه محمد هاني لسه مصطفى شوبير جايين في الطريق ان شاء الله، وعمر سيد معوض برضو. يا ترى النادي الاهلي النهارده بعد الساعه 1 هيعلن عن شراء نادي الزمالك وجماهيره، ولا هيعلن عن تجديد هاني، ولا تجديد عمر سيد معوض، ولا مصطفى شوبير؟ هنشوف مع بعضنا يا شباب لسه. ولو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك ودعمك. ما تنساش اللايك الجميل عشان هيفرق مع اخوك. سلام.